أنت ذكرتني لما سقت بعض ثناء العلماء على ابن تيمية بثناء ذكره ابن حجر رحمه الله. ابن حجر رحمه الله أظنه هو أعظم رجل أتى بعد ابن تيمية وطبقته، الله، يعني طبقة تلاميذ ابن تيمية ابن القيم وابن كثير والذهبي. لم يأتي بعدهم أجل ولا أكبر ولا أشهر من رجلين، ابن رجب وابن حجر، بعد طبقة ابن تيمية، بعد طبقة ابن تيمية وتلاميذه اللي هم ابن القيم والذهبي وابن كثير إلى آخره. أتى بعدهم رجلان، طبعا العلماء كثير كالسيوطي وكالسخاوي إلى علمائنا، لكن هذين الرجلين يعني شيء ثاني، ابن رجب وابن حجر، وكلاهما شرح صحيح البخاري، وكلاهما له كتاب اسمه فتح الباري، وإن كان ابن رجب متقدم. فابن حجر رحمه الله، شوف أنا ليش أنا أشدت به، لأن كلمته عظيمة. جميل. والإشادة إذا كانت من رجل عظيم تكون لها قيمة. صحيح. يقول في كتابه اسمه الدرر الكامنة في أعيان 100 يقول: وكان ابن تيمية من أذكياء العالم. الله أكبر. وله في ذلك أمور عظيمة، منها أن رجلا عمل أبياتا في إنكار القدر وجعلها على لسان يهودي، كأنه يهودي يريد أن يلبس على الناس. وقال في أولها: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأعظم حجتي. ثم ساق أبياتا فيها تشكيك في القدر. فلما رآها ابن تيمية، هذا كلام ابن حجر، نعم، ثنى إحدى رجليه على الأخرى، ما انتظر حتى يصل إلى بيته أو إلى مكتبه أو إلى مسجده. قال: فلما رآها ابن تيمية ثنى إحدى رجليه على الأخرى وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم 119 بيت رد عليه، وأولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية. الله أكبر. وذكرها وساقها، وهي موجودة، ومن أراد أن يطلع عليها سيجدها بكثرة، يعني ليست هي من الأشياء النادرة. هذه القصيدة التي أنشأها ابن تيمية قصيدة رصينة مليئة بالعلم المؤصل، وفيها الجواب على مسائل القدر. ونحن الآن بحاجة ماسة، الآن من أكثر ما يهاجم من أبواب العقيدة باب القدر، فتعلمها يعني له قيمة. شيخ الإسلام قد أفاد، ولعله كذلك الشيخ عبد الرحمن المحمود له مصنفات معاصرة في وربط بالحديث عن شيخ الإسلام. الشيخ عبد الرحمن المحمود من المتميزين جدا في فهم تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك أيضا يعني هناك بعض المشايخ لهم عناية شديدة. من الأشياء اللطيفة في كتاب ابن رجب ذيل طبقات الحنابلة، قال: ومن العلماء الذين احتفوا بابن تيمية رجل اسمه عبد العزيز بن عبد اللطيف، كان حفيا بابن تيمية. فعجبت لهذا، لأن أحد المشايخ عندنا نعم اسمه عبد العزيز عبد اللطيف، دكتور فاضل من المشهورين، وهو حفي بابن تيمية. الله. فهذا يعني شيء على ما قالوا من الاستطراد، والعلم رحم بيننا، وسامحون على مثل هذه الاستطرادات الخفيفة، لكن لا بالعكس تنفع ولا تضر إن شاء الله. أنصح بالبيت يا شيخ. جزاك الله خير.